اوكي، في اي سؤال ثاني؟ طيب خلينا نبلش المحاضرة. اعتقد اخر شيء حكينا عنه كان كيف نوزع الالكترونات بالعناصر، خاصة بناء على موقعهم بالجدول الدوري. طبعا المفروض احنا نعرف كل الالكترونيك structure كامل، يعني starting from 1s 2s 2p الى اخره لازم نكون عارفينه. وبنقدر كمان نستخدم العناصر الخاملة بالتوزيع الإلكتروني. أوكي، مثلا عناصر الدورة الثالثة بقدر أحط النيون وبعدين أكمل 3s1 3s2 3p1 إلى آخره، أو مثلا أحط الأرجون وأكمل مجموعة الدورة الرابعة وهكذا، ما في مشكلة الشل الرابع. وبقدر أبلش من البداية، يعني من ال1s كله صح. ورجينا يعني حكينا كيف بقدر أنا بناء على موقع العنصر بالجدول الدوري وين موجود بأي جهة، بأي دورة، بأي مجموعة، هل هو عنصر من العناصر المين جروب إليمنتس اللي بينتهوا بأس وبي، ولا من الترانزيشن ميتالز، ولا من الأف اللي موجودين تحت. أوكي، بقدر أوزع الإلكترونات تاعته بناء على رقم الدورة وعدد الإلكترونات اللي موجودين فيه بالدورة. ممكن ينتهي بأس، ممكن دكتور ما في صوت. ليش ما في صوت؟ في صوت البقية ولا هي المشكلة عند واحد؟ الثانيين سامعيني؟ دكتور. معناته عندك انت يا بنت المشكلة، مش عندنا. اوكي، المفروض الكل واضح له الصوت والشير تاع السلايدز. اذا في اي اشكال يحكي. هلا مرات ممكن يكون عام عند الجميع وبالتالي لازم نحله، مرات ممكن يكون عند شخص معين هو بده حل. اوكي، في اي سؤال على التوزيع الالكتروني ومستويات الطاقة والكوانتم نمبرز والقواعد تاعت التوزيع الالكتروني اللي هم الثلاث قواعد اللي تعلمناهم؟ we must follow them, we must understand them. اوكي، في اي سؤال؟ طيب اليوم راح نكمل على الصفات الدورية للعناصر، واول صفه راح نحكي عنها اللي هي تاثير شحنه النواه الافكتيف نيوكلير تشارج. طبعا تاثير شحنه النواه على الالكترونات، يعني قديش النواه اللي هي البوزيتيف تشارج تاعت النواه البروتونز، يعني how much they attract the electrons. فهذا بيعتمد على many factors. اول شيء شحنه النواه قديش فيها بروتونات يعني. ثانيا بيعتمد على وين هذا الالكترون موجود، قريب ولا بعيد. وبيعتمد على إذا في إلكترونات ثانية موجودة معه وبتأثر على جذب النواة. هاي العوامل اللي راح تأثر على تأثير شحنة النواة على الإلكترون. هلا تأثير شحنة النواة له علاقة بكل العوامل الأخرى اللي بندرسها. له علاقة بالسايز، له علاقة بالايونيزيشن انرجي، له علاقة بالإلكترون. السلام عليكم، يبدو صار في عندنا مس كونكشن وفصل، فراح أرجع للنقطة اللي كنت عندها مرة ثانية.
بلشت احكي عن الافكتيف نيوكلير تشارج. مزبوط؟ كان يو هير مي؟ سامعين؟ واضح؟ دكتور واضح. قطع هون صح؟ لما بلشت احكي عن تاثير شحنه النواه فصل، مش هيك؟ اه. طيب ممتاز، مش مشكله، بنعيد. هلا تعريف الافكتيف نيوكلير تشارج رح اشرح لكم، احكيها بالانجليزي واشرحها وارد افسرها بالعربي بشكل ابسط يعني. اللي هي how determines how specific electron in an atom، الكترون معين موجود بالذره attracted to the protons in the nucleus، يعني قديش الالكترون مجذوب للنواه. and taking in consideration، بدنا ناخذ بعين الاعتبار الاذر الكترونز. هلا الاذر الكترون شو بيعملوا؟ بيعملوا شغلتين، شيلدينج وبنتريشن. شيلدينج يعني حجب، بنتريشن تداخل، بيكونوا جايين بين النواه وبين الالكترون اللي بدنا ندرسه. الشيلدينج is the reduction of the true nuclear charges to the effective nuclear charge by other electrons. قديش الالكترونات الثانيه بحجبوا او بقللوا من ربط الالكترون هذا مع النواه، هذا اسمه شيلدينج. البنتريشن وجود الكترونات in the inside shell، يعني اذا انا بالشل الثالث مثلا، الكتروني بالشل الثالث، الالكترونات اللي بالشل الثاني والاول هذول بيكونوا عاملين بنتريشن، داخلين بين النواه وبين الالكترون الثاني. فاحنا هلا كعامل بناخذهم مع بعض، يعني الشيلدينج والبنتريشن نتعامل معهم كعامل واحد بالحسابات، يعني لانه هلا في معادله ومنها بدنا نطلع نحسب الزد افكتيف. فالشيلدينج والبنتريشن we deal with them as one factor. هاي المعادله راح نستخدمها اللي هي زد افكتيف ايكوال زد اللي هي النمبر اوف بروتونز يعني شحنه النواه، ماينس سيجما. سيجما اللي هي شيلدينج بلس بنتريشن، واللي هي هنا بنتعامل معها كانها شيلدينج، سواء كان للالكترونات اللي جوا ولا اللي برا، مش مهم مسمى بنتريشن، بس كانه تعامل معه سيميلر. هلا حسب موقع الالكترون، اذا كان الالكترون بنفس المستوى اللي الالكترون اللي بدنا نحسب الافكتيف نيوكلير تشارج له، بيكون تاثير الشيلدينج شويه موجود بس قليل. لكن لما يكون جوا بيكون الشيلدينج اكثر، يعني بيحجب النواه اكثر عن الالكترون هذا. فهلا اذا كانوا الالكترونات بنفس المستوى، الشيلدينج فاكتور تاعه 0.35. يعني اذا عندي الكترونين او 3 الكترونات او 4 الكترونات، بضرب عدد الالكترونات اللي عامله شيلدينج ب 0.35، لانه كل واحد منهم له الشيلدينج فاكتور 0.35. هذول مين؟ الالكترونات اللي بنفس الشل. هلا من هالمثال بتشوفوا كيف بصير ابسط طبعا من هالمثال. هلا اذا كان الالكترون بمستوى اقل، الشيلدينج فاكتور تاعه 0.85. يعني اذا الكتروني انا اللي بدي احسب الافكتيف نيوكلير تشارج له بالشل الرابع، اللي بالشل الثالث تاثيرهم 0.85. هلا اذا كان بالان ماينس 2، يعني الاقل اثنين اللي جوا باثنين، الشيلدينج فاكتور از 1. 2 3 اللي جوا يعني جاي جويت الكتروننا ب 2 or 3 levels or 4 or extra، يعني more than 2، الشيلدينج فاكتور تاعه بيكون 1. فانا شو بعمل من هاي الارقام؟ بحسب سيجما وزد اللي هو الاتوميك نمبر، فبقول atomic number minus sigma that's the effective nuclear charge. Let's do example. من خلال مثال بصير اوضح. لو بدنا نحسب الزد effective لل 3s electrons in mg، ممكن يطلب منك مثلا تحسب الزد effective لل 2p electrons او لل 2s electron او لل 1s electron، لانه بالام جي عندنا الالكترونات موجودين زي ما انتم شايفين هين 1s2 2s2 2p6 3s2. الام جي عنده 12 الكترون و12 بروتونز كمان. فهلا اي واحد من هذول الالكترونات ال 12 ممكن احسب زد افكتيف ايه. ممكن احسب للي بال 1 اس، ممكن احسب للي بال 2 اس او ال 2 بي او اللي بال 3 اس. هلا اذا بدي احسب مثلا للي بال 1 اس، ما في عندي اي الكترونات جويته، فيش عندي غير الكترون واحد معه بنفس المستوى، لانهم اثنين، واحد بدي احسب له، الثاني بيعمل شيلدينج، فبيكون بس 0.35 شيلدينج عنده اللي 1 اس. هلا لو بدي احسب لاي الكترون هون موجود سواء بال2 اس او بال2 بي، هذول مستوى واحد، فبيكون في عندي 5 بنفس المستوى بيعملوا شيلدينج. لا سوري 7، لانهم كلهم 8، ف7 راح يعملوا شيلدينج للي بدي ادرسه، واثنين راح يكونوا بالمستوى اللي جوا.
هلا احنا بدنا نعمل لل 3 اس. فلاحظوا هلا ال 3 اس عندي الكترونين، فواحد بدي احسب زد افكتيف له، الثاني بيعمل شيلدينج، فعندي بالمدار نفس المدار في الكترون واحد، فعشان هيك بيكون عندي 0.35 تايمز 1. هلا بالمدار اللي جوا n-1 عندي 8. قديش الشيلدينج تاعهم؟ 0.85، فبصير 8 تايمز 0.85. بالمدار اللي جوا اللي هو ال 1 اس هلا صار الشيلدينج 1 وعندي 2 الكترونز، فبضرب 2 في 1 وبجمعهم فبيطلع 9.15. هذا اللي هو سيجما. فهلا زد افكتيف بتصير 12 ماينس 9.5، 12 اللي هي النمبر اوف بروتونز او الاتوميك نمبر، فبيطلع الزد افكتيف 2.85 لل 3 اس الكترون. واضح كيف نحسبها؟ Is this clear؟ مشان تتدربوا احسبوا الزد افكتيف للاوتر موست الكترونز، يعني الالكترونات الموجودين بالمدار الاخير للبريليوم والنيتروجين والفلوريد. هلا شوفوا العناصر اللي بيكونوا بنفس الدوره، يعني بنفس السطر، زي مثلا لو اخذنا الدوره الثانيه اللي تبلش بالليثيوم بعدها البريليوم والبورن الى اخره، هم كلهم بينتهوا بنفس الشل. فهلا معناته اللي راح يصير المتغير اللي عندهم بس عدد الالكترونات اللي بنفس الشل، يعني اللي بنضربه ب 0.35 كل مره بيزيدوا واحد. لكن شو اللي راح يصير عندي؟ شحنه النواه بتزيد واحد لكن الشيلدينج بزيد 0.35. معناته زد افكتيف كل ما انتقلنا من اليسار لليمين بدها تزيد 0.65. بنزيد شحنه النواه واحد، يعني هاي بتزيد باي 1، هاي بتزيد باي 0.35. فلما نطرحهم من بعض كل مره راح يصير في عندي زياده 0.65. معناته شو بنفهم من هيك؟ لما نمشي بالسطر اللي هو بالدوره، يعني cross the period from left to right، تاثير شحنه النواه راح يزيد. you can see this. يعني لو اخذنا مثلا هاي الليثيوم، خلينا ناخذ الالكترون اللي برا اللي اوتسايد، هون مثلا الليثيوم 1.3 تقريبا، 1.9 2.6 3.2 3.9 الى اخره. فكل ما مشينا بالاتجاه هذا بزيد تاثير شحنه النواه. فنتذكر هلا Z effective increases across the period. Cross the period means from left to right. لما احكي لك cross the period بالسؤال ما بقول لك اتجاه يمين ويسار، بقول لك cross the period. خلاص انت لازم تعرف انه cross the period بالاتجاه من اليمين، من اليسار لليمين، يعني الاتجاه اللي بيزيد فيه العدد الذري. هلا لما ننزل لتحت بتزيد شويه الافكتيف نيوكلير تشارج. ليش؟ لانه شحنه النواه بتزيد، العدد الذري بزيد، بس ما بتزيد يعني بشكل كبير، almost slightly increase. وحتى وي اجنور، يعني معظم الكتب بقول لك بالافكتيف نيوكلير تشارج للعناصر اللي بنفس المجموعه زي الليثيوم والصوديوم والى اخره اللي هم جروب 1 او جروب 2 kind of similar، يعني قريبين من بعض حتى لو الارقام اختلفت، بس التاثير الفعلي لشحنه النواه على الالكترونات خاصه اللي بالمدار الاخير يعني زي بعض، قريبين من بعض، تغيير بسيط جدا. الاهم اللي هو التغيير كروس ذا بيريد. فعندنا شغلتين مهمات هون. واحده كيف احسب زد افكتيف بعد ما اعرف اطلع الشيلدينج، واهم شيء انك تطلع الشيلدينج، لانه مجرد ما طلعت الشيلدينج خلاص الاتوميك نمبر ماينس الشيلدينج. فاهم شيء بالموضوع الحسابي هو how to calculate the shielding, total shielding of the electron. الشغله الثانيه المهم نعرفها اتجاه التغيير بالجدول الدوري، هاي بنسميه البيريديك ترندز، بالعربي بيسموها الصفات الدوريه. فالبيريديك ترندز اتجاه التغيير بالجدول الدوري. Okay, we should know cross the period it increases. يعني الأف اوكي بالنسبة للسطر الأول والنيون اوكي لهم أعلى effective nuclear charge جروب 8،
نيون طلع النيون اكثر شيء، الارجون هون اكثر شيء بالسطر تاعه، وهكذا. واقل شيء طبعا اول واحد. واضح؟ فهي الشغلتين مهمات نعرفهم. هلا في شغلات بعد شويه راح ناخذها، صفات اخرى راح نفسرها بناء على تاثير شحنه النواه. الصفه الثانيه اللي هي الاتوميك اند ايونيك سايز، حجم الذره او الايون. هلا عاده الذره عباره عن كره، يعني بدك تخيلها زي الكره. بتعرف الكره الفاكتور الوحيد اللي بتغير فيها وبتغير مع الحجم اللي هو نصف القطر. فبنقدر احنا بدل ما نقول مثلا سايز نقول راديوس خلاص، لانه اذا الراديوس زاد اكيد راح يزيد الحجم. فسواء استخدمنا مصطلح سايز ولا راديوس اتس ذا سيم، مدلولهن واحد. الراديوس اذا زاد بزيد السايز. اوكي؟ فعشان هيك معظم الوقت راح استخدم الراديوس هون. هلا كيف بنحدد الراديوس للاتومز؟ الاتومز الراديوس تاعها عاده بيجي من خلال انها تكون مربوطه مع شيء ثاني، يا مع ذره من نفس النوع يا مع ذره من ذرات مختلفه. فما بيجي يعني ذره لحالها وبحسب الراديوس تاعها، صعب. ما في ذره لحالها نقدر نتعامل معها يعني الا النوبل جاسز بس. اما بقيه الذرات موجودين بيكونوا بروابط. هلا شو انواع الروابط اللي بتعرفوها انتم بين الذرات؟ ما في غير ثلاثه على فكره. يعني عندنا الميتاليك، اللي منها بنطلع الميتاليك راديوس اللي هو يعني نصف قطر الميتال. والميتاليك بوندز بتكون بتوين ميتالز. هلا ما في فراغ بين الذرات. الذرات بيكونوا يعني سايد باي سايد. هلا طب شو نصف القطر؟ نصف القطر اللي هو نص المسافه اذا كانت ذرتين من نفس النوع طبعا، نص المسافه بين مركز الاولى ومركز الثاني اذا كانوا زي بعض. يعني اذا كان حديد مع حديد مثلا، فبيكون نصف قطر الحديد اللي هو half of this distance from the center of the first atom to the center of the second atom. نص المسافة هاي هي بتكون الراديوس of the metal. إذا كانوا two metals مختلفين بالحالة هاي بيكون عندي المسافة من المركز هذا للمركز هذا بتساوي الراديوس of the first metal plus radius of the second metal. إذا بعرف واحد منهم بقدر أطلع الثاني. هاي بالنسبة للميتاليك راديوس. هلا الكوفالنت راديوس بيجي من كوفالنت بوند، زي مثلا الهيدروجين H2 او ال O2 او ال Cl2، هذول عاملين رابطه تساهميه وذرتين من نفس النوع. فاجين الراديوس is the half of the distance between the two center of the atoms، من المركز الاولى لمركز الثانيه. اذا كانوا نفس النوع من الذرات نص المسافه هاي بتعطينا الكوفالنت راديوس. هلا في عندنا الايونيك راديوس. طبعا هدول الاثنين سواء كان ميتاليك ولا كوفالنت هدول بيمثلوا الاتوميك سايز، يعني حجم الذرات اللي نيوترال اللي ما عليهم شحنه. هلا اذا كان عندي رابطه ايونيه ايونيك بوند، بالحاله هاي بيكون في عندي ايون موجب كاتيون وايون سالب. again they sit side by side. بالرابطه الايونيه اوكي الايون السالب والايون الموجب بيكونوا مجذوبين لبعض بسبب اختلاف الشحنات، وبالتالي بيكونوا سايد باي سايد، سيت سايد باي سايد، يعني ملزقين ببعض. اوكي، وبالتالي الديستنس من المركز الاول للمركز الثاني شو بتساوي؟ بتساوي الراديوس للكاتيون بلس راديوس اوف ذا انيون. هاي بتمثل الايونيك سايز. ففي عندنا ميتاليك وكوفالنت راديوس او رادياي يمثلوا الاتوميك سايز، حجم الذره المتعادله. وفي عندنا الايونيك راديوس بيمثل السايز اوف ذا ايونز، بنسميه الايونيك سايز. واضح؟ هلا كيف بتغيروا الاتوميك راديوس ان ذا periodic table؟ طلعوا مثلا على عناصر السطر الثاني اللي هي الدورة الثانية، ليثيوم، بريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، وشوفوا الأرقام 157 112 88 70 قاعد بقل.
فمعناته الاتوميك سايز او الاتوميك راديوس decreases across the period. المهم دائما لما نتعامل مع ارقام نعرف الوحده. وشو وحده ال 157؟ هي وحدتها بي ام، بيكوميتر. يعني تعرفوا البيكوميتر اللي هو 10 قوه ناقص 12 متر، بعد بيجي بعد النانو. النانو 10 قوه ناقص 9، بعدين بيجي عندنا البيكو 10 قوه ناقص 12، بعدين بيجي الفيمتو 10 قوه ناقص 15. فالبيكو 10 to minus 12. يعني هذا الرقم حتى تحوله لمتر بدك تضربه في 10 قوه ناقص 12، رقم صغير جدا جدا. هلا في كثير من الكتب بيستخدموا طول الرابطه ونصف القطر بيستخدموا انجستروم. هلا الانجستروم اللي هو 10 قوه ناقص 10 متر، 10 قوه ناقص 10 متر، يعني الواحد بيكومتر بيساوي 10 قوه ناقص 2 انجستروم. يعني هاي اذا بدي احولها لانجستروم بتصير 1.57، هاي بتصير 0.88 لاني بدي اضربها في 0.01 حتى احولها لانجستروم. معظم الكتب بيستخدموا انجستروم زمان، هلا صاروا يستخدموا البيكوميتر. اهم شيء احنا بهمناش الارقام، بهمنا التغيير بالارقام. فهلا شو السبب؟ ليش لما نروح من اليسار لليمين بالجدول الدوري بقل الحجم بالرغم انه العدد الذري بيزيد؟ يعني هنا عدد الذري 3، وهنا 4 5 6 7 8 9، فقاعد بيزيد العدد الذري، يعني كتلة الذرة بتزيد بس الحجم بيصغر. بسبب زيادة شحنة النواة زد مظبوط 100% صحيح، بسبب زيادة تأثير شحنة النواة. هلا شوفوا الذرة معظمها فراغ. زي مثلا تخيل المجموعة الشمسية تاعتنا. هلا حجم المجموعة الشمسية يعني الشمس والكواكب، هل بيعتمد على حجم الكواكب والشمس ولا على البعد بينهم؟ شو رايكم؟ عندي سؤال دكتور. بقول هلا لو اخذنا المجموعة الشمسية تاعتنا الشمس والكواكب، هل حجم المجموعة الشمسية بيعتمد على حجم الكواكب وحجم الشمس ولا البعد بينهم؟ على البعد بالضبط على البعد بينهم. نفس الشيء الذرة معظمها سبيس زي اليونيفرس، فكل ما زادوا بعدوا عن بعض بصير اكبر. هلا هذول العناصر كلهم بينتهوا بنفس الشل، يعني البعد تقريبا نفسه بالاول، اذا بغض النظر عن الجذب. يعني اذا كان كلهم نفس الجذب بيكون البعد نفسه. ليش؟ لانه احنا كل بعدنا بالشل الثاني لهم كلهم. لكن كل ما رحنا من اليسار لليمين الالكترونات بنجذبوا للنواه اكثر، فشو بصير بالذره؟ بصير بتنكمش تصغر يعني. واضح؟ فتاثير شحنه النواه بزيد، الحجم بقل. شو بتتوقعوا لما ننزل لتحت؟ مثلا لو اخذنا جروب 1 او جروب 2 او اي جروب ثانيه، شو بصير بالسايز؟ هي واضح قدامكم الارقام، بزيد ولا بقل؟ بزيد طبعا بده يزيد. ليش بزيد؟ السبب اكيد لازم يكون كلير. ليش بزيد لما ننزل لتحت؟ مين بده يحكي لي؟ نعم زاد العدد الذري. مش لانه بزيد العدد الذري، لانه بزيد الشل. يعني هون انتهينا بالشل الثاني، هون انتهينا بالشل الثالث، هون انتقلنا للشل الرابع، للشل الخامس. فهون لانه البرنسبل كوانتم نمبر اللي هو الشل نمبر قاعد بزيد. يعني زي كأن عندي عماره هون بتكون من طابقين، هون 3 طوابق 4 طوابق. مين تتوقع اكبر، اللي طابقين ولا اللي 3 ولا اللي 4 ولا اللي 5؟ كل ما زاد عدد الطوابق شو بصير بحجم العمره؟ بتزيد. ونفس الشيء هون، لانه بنبني قاعدين بالكترونات بمستوى ابعد بمستوى اعلى، فبزيد الحجم. فالسبب زياده الحجم لما ننزل لتحت هو زياده البرنسبل كوانتم نمبر، لانه بنروح لهاير برنسبل كوانتم نمبر اللي هو n equal 2 n equal 3 n equal 4. يعني صاروا عدد الشيلز اكثر بالذره because we increased the number of shells. واضح؟
هاي بالنسبة للدورة، وهذا تفسير المجموعة الإفكتيف نيوكلير تشارج. يعني هي مش مطلوب منا، مش بس لازم نعرف الاتجاه، لازم نعرف سببه كمان. هلا بعد شوية راح نشوف بعض الصفات فيها اكسبشنز. يعني شوفوا هون انا مش حاط لكم انا ولا شيء، قايل لكم خلص من اليسار لليمين بزيد، ولما ننزل سوري بقل، ولما ننزل لتحت بزيد، بس لانه هون كلهم زي ما انتم شايفين بزيدوا او بقلوا حسب الاتجاه الموجود. بس في بعض الصفات فيها استثناءات. we have to explain the general trend. لازم نفسر الاتجاه العام، ونفسر كمان إذا في أي exceptions، أي استثناء. Any question؟ في أي سؤال؟ طيب. لا، بالنسبة للعناصر الانتقالية كمان زي هذول تقريبا، لما ننزل لتحت بيزيدوا، لما نروح هيك بقلوا، بس مش يعني ترند 100%، لكن بالمجمل يس، بالاتجاه بقلوا إلى حد معين. في اكسبشن زي ما انتم شايفين هون، بس مش مهمة. بس لما ننزل لتحت بيزيدوا. السطر الأول والسطر الثاني واضح الزيادة. تطلعوا مثلا السطر الأول 147 160، 135 147، 129 140. فدائما لما ننزل لتحت بيزيد. هذا الحكي بين السطر الأول والثاني. بس اطلع لما ننزل على السطر الثالث، هاي المهمة. السطر الثالث والثاني قريبين من بعض، ما فيها زيادة. 160 159 حتى قل هون شوي، 147 147 140 141. فالسطر الثالث الثاني والثالث almost they have the same size. ما زادوا زي العناصر العادية. طلعوا العناصر العاديين مش ترانزيشن ميثود 215 224 250 270. ما في زياده مستمره. نفس الشيء هون في زياده مستمره، بينما ترانزيشن مثل لا، السطر الثاني والسطر الثالث تقريبا نفس الحجم. شو السبب؟ في عندي شيء اسمه اللانثانايد كونتراكشن، لانه هون بيجي عندي هلا بعد السطر، قبل السطر الثالث بدخل اللانثانيوم والعناصر اللي بالمجموعه تاعته اللي هم 14 elements. فشو بصير بالنواه؟ بصير شحنتها عاليه. يعني زي كاني هلا دخلت على النواه زياده 14 بروتون. شحنه النواه زادت بشكل كبير بسبب وجود 14 more protons. هذا وجود 14 more protons اسمه لانثانايد كونتراكشن، يعني جذب النواة للإلكترونات بسبب وجود more 14 electrons بعد ما عبينا اللانثانيوم. فهذا السبب اللي بيخلي السايز للسكند رو والثيرد رو السيميلر. طبعا هذا الموضوع، موضوع اللانثانايد كونتراكشنز والسايز اوف ترانزيشن ميثودز، راح يكون مهم جدا لكم ليتر. بس انتم تذكروا هاي المعلومه بعدين لما تاخذوا inorganic 2 ويشرحوا لكم الموضوع هذا. تذكروا اللانثانايد كونتراكشن وانه السايز of the second and third row of transition metals are similar. عشان هيك صفاتهم زي بعض. يعني ده معروف بالكيمياء انه السطر الاول بالترانزيشن ميتال له صفات تختلف عن السطر الثاني، لكن السطر الثاني والسطر الثالث زي بعض، بيشبه بعض بشكل كبير. مثلا بدي اعطيكم شغله تعرفوها انتم من الاورجانيك. بتعرفوا في تفاعل بالاورجانيك اللي هو اضافه على دبل بوند او تريبل بوند هيدروجين. شو الكاتاليست اللي كنتوا تستخدموه؟ كان يحكوا لكم زملائنا بالاورجانيك يا بتستخدم بلاتينم يا بليديوم. ليش؟ لانه لهم نفس الصفات. هلا انت ممكن تستخدم نيكل بس ما بيكون فعال as a good catalyst. اما البليديوم والبلاتينم زي بعض، صفاتهم الاثنين similar. both of them can do the job. نفس الشيء الروديوم والإيريديوم زي بعض، الروثينيوم والأزوميوم زي بعض، بيختلفوا عن الحديد شوي. الموليبدينم والتنجستون بيشبهوا بعض بشكل كبير وبيختلفوا شويه عن الكروميوم رغم انهم من نفس الفاميلي. فمعروفه هاي الصفات انه السكند والثيرد رو صفاتهم similar because they have similar size. Any question؟ في اي سؤال؟ طبعا هاي الرسمه هي بس تاكيد على اللي حكيناه، بس على شكل رسم بتورجينا انه السايز بقل. لاحظوا هاي العناصر الدوره الثانيه من ليثيوم لفلورين، هي قاعده بتقل من الليثيوم لحد ما نصل للفلورين.
طبعا بتقل كثير بالاول، بعدين بصير الفرق بسيط بس بتضلها تقل. هلا لما نروح على السطر الثاني نفس الشيء، الدوره الثالثه سوري، نفس الشيء صوديوم للسي اي برضه بتقل قاعده وهكذا. اوكي، احنا بهمنا بس اول دوره، اول دورتين، وبهمنا العناصر الانتقاليه بصراحه. هلا في هون بالدوره الرابعه في اكسبشنز بس ما وي دونت وانت تو ديسكس، ما بدنا نحكي لها، احنا بس نركز على الجنرال ترندز، ونتذكر بالدوره الثانيه والثالثه للعناصر المين جروب اليمنتس بتقل for all elements when we go from left to right، وبتزيد لما ننزل لتحت. نيجي للايونيك راديوس. هلا لاحظوا اللي حكيناه للاتومز. هلا بالنسبه للايونز، هلا الايونز في عندنا اكثر من ايونز بطرق مختلفه، يعني ممكن يكونوا ايونز لنفس الذره، ممكن يكونوا ايونز لذرات مختلفه. هلا اذا كان عندي ايونز with the same charge but different elements زي هدول ليثيوم بلس، بريليوم بلس، بورون بلس، كربون بلس، فلورين بلس، whatever، يعني نفس الشحنه بس عناصر مختلفه، هون بنرتبهم زي ما رتبنا الذرات قبل شوي. فاذا كان عندي عناصر مختلفه عليهم نفس الشحنه برتبهم زي الاتوميك سايز او الاتوميك راديوس، نفس الترتيب، يعني زي بنمشي على الجدول الدوري من اليسار لليمين بقل ولتحت بزيد، بس شو الشرط؟ ان يكون عليهم نفس الشحنه، -1 + 1 -2 مش مشكله، نفس الشحنه. هاي اول نوع. النوع الثاني لما يكون عندي شحنات مختلفه لنفس العنصر زي هدول او زي هدول، نفس العنصر بس شحنات مختلفه. هلا اذا صار بلس معناته خسر الكترونات وقل الشيلدينج وزادت تاثير شحنه النواه، فالحجم بقل بشكل كبير. يعني في فرق كبير بالحجم بين AL و AL+3، فالحجم بقل كل ما زادت الشحنه الموجبه، وبزيد كل ما زادت الشحنه السالبه. يعني اذا حطينا الكترونات زاد الحجم، اذا شلنا الكترونات بقل الحجم. النوع الثالث بنسميهم ايزو الكترونيك سيريز، هذول بيكونوا لا نفس العنصر ولا نفس الشحنه بس فيهم شيء مشترك واحد، ايزو الكترونيك. شو مين بيتوقع شو معنى ايزو الكترونيك؟ عدد الالكترونات متساوي. اي شيء بتشوفه ايزو متشابه، ايزو الكترونيك متشابهات بالالكترونات، ايزو ستراكشر متشابهات بالشكل. فهدول الايزو الكترونيك بيكونوا ذرات وايونات مختلفه بس فيهم نفس العدد من الالكترونات، زي هذول مثلا Na+, F-، Ne، O-2، Mg+2. اذا بتعدهم هذول راح يكون كلهم فيهم نفس عدد الالكترونات. خليني اوقف عند الايزو الكترونيك وبنرجع من عندها اوكي نكمل الجزء الثاني من المحاضره بعد 10 دقائق. ضل عندنا اقل من دقيقه بطلع لنا نظام، لذلك نحن نطلع على حالنا احسن. فراح نرجع عند النقطه هاي. اوكي after 10 minutes. اذا في عندكم كمان اسئله جهزوها، سواء كانت تتعلق باللي شرحناه قبل شوي او اي شيء لاحق.